هو ينفع نحكي حواديت اسكندرية من غير ما نحكي حدوتة الاسكندر الأكبر وقراره بإنشاء مدينة اسكندرية؟ طب والله ما ينفع. زمان كانوا بيقولوا لنا إن الاسكندر الأكبر كان بيتمشى على البحر، شاف حتة أرض حلوة قال بس هنا أنا هبني مدينة وأسميها اسكندرية. بذمتك أنت مصدق الكلام ده؟ أكيد الموضوع ما كانش بالبساطة دي خالص، أصل هو ما كانش جاي يبني كومباوند في الساحل يعني. الاسكندر كان جاي من مقدونيا وهو بيحلم ومقرر ومخطط انه هيبني مدينة هنا عند جزيرة فارس وكمان هيسميها اسكندرية. بس عشان تعرف التفاصيل لازم تسمع الحدوتة من البداية. الحدوتة بتبدأ سنة 357 قبل الميلاد وفي مملكة جنب بلاد الإغريق اسمها مقدونيا. هاخدكم ونحضر سوا فرح الملك فيليب الثاني أو فيليب الأعور، ملك مقدونيا اللي فقد عينه في أحد المعارك الحربية. الجوازة دي كانت الجوازة الرابعة ليه. الجوازة دي ما كانتش عن حب، دي جوازة صالونات أو زي ما بيقولوا جوازة دبلوماسية. الملك فيليب الثاني كان ملك عظيم، قدر إنه يوحد مملكة مقدونيا ويكبر مساحة مقدونيا بإنه ضم أراضي تانية جنبيها من بحر إيجا لحد سواحل البحر الأسود، مرة بالحرب ومرة بجواز الصالونات، أقصد الجوازات الدبلوماسية. اتجوز 7 مرات، مش عشان نفسه لا سمح الله، كله عشان خاطر عيون مقدونيا. الملك فيليب كان بينتمي لعشيرة مقدونية عريقة اسمها العشيرة الأرغية. العشيرة دي بتعتقد ان جدها الأكبر هو هرقليز أو هرقل يعني، كان قبليه ملوك عظام زي الاسكندر الأول والاسكندر الثاني. ما تستغربش، الاسكندر الأكبر بتاعنا ده هو الاسكندر الثالث. ومقدونيا دي ما كانتش بلد إغريقي قوي، لكن ثقافتها كانت إغريقية، أو زي ما بيقولوا أساتذة التاريخ حضارة وثقافة هيلينية. وكانوا بيقدروا آلهة الأوليمب ال12 لدرجة إن مقدونيا اشتركت وفازت في الألعاب الأولمبية في سنة 356 قبل الميلاد و352 قبل الميلاد و348 قبل الميلاد. مقدونيا في الوقت ده كانت مجاورة لدويلات إغريقية كتير. ما هي بلاد الإغريق في الوقت ده ما كانتش موحدة، كانت مجموعة من الدويلات والممالك الصغيرة زي أثينا وطروادة وسبارتا وطيبة. الدويلات دي كان دايما بينها مشاكل وحروب كتير، وعمرهم ما كانوا بيتحدوا إلا قدام عدو واحد بس، الفرس. الفرح ده كان في عاصمة مقدونيا بيلا، والعروسة اسم الله عليها كان اسمها أوليمبياس، دي أميرة مملكة إيبيروس. أبوها الملك كان اسمه نيوبتليموس، متسمي على اسم ابن البطل أخيلس، عشان هم كانوا بيعتقدوا إن أخيلس جدهم الكبير، وأخيلس ده بتاع حرب طروادة براد بيت يعني. العروسة كان معاها أخوها الإسكندر، أصل الإسكندر كان اسمه منتشر عندهم. أمال لو تعرف إن الإسكندر ده هيبقى خال الإسكندر الأكبر. اصبر على رزقك بس وركز معايا. المهم يا سيدي، فيليب الثاني اتجوز أوليمبياس، وما تعديش سنة إلا ويكون ولي العهد شرف سنة 356 قبل الميلاد. هنسميه إيه يا أولاد؟ أكيد الإسكندر على اسم جدوده وخاله، بس المرة دي هو ده الإسكندر بتاعنا، الإسكندر الأكبر. وبعد 3 سنين أمه تخويه وتجيب بنوتة زي العسل. طب هنسميها إيه؟ كيلوباترا طبعا. دي بقى اللي بنقول عليها كيلوباترا المقدونية، عشان نفرقها عن ال7 ملكات اللي هيتسموا كيلوباترا في اسكندرية. طبعا الملكة أوليمبياس عايزة ابنها يخلف أبوه في الملك، مش حد من إخواته من مراتات أبوه ولا أولاد عمه. وفي الزمن ده عشان تبقى ملك لازم حاجتين ضروري. أول حاجة إنك تبقى قائد فارس محارب شجاع وذكي عشان تنول رضا الجمعية العسكرية بتاعت الجيش المقدوني. تاني حاجة لازم تكون متعلم، بتعرف تقرا وتكتب ومثقف ودارس، عشان في مباحثات دبلوماسيه واتفاقات دوليه. ام الاسكندر اهتمت بابنها جدا، وهو طفل صغير جابت له واحد من قرايبها عشان يدرس له. الراجل ده كان اسمه ليوديناس، ده غير تدريبات الفروسيه والتدريبات الحربيه اللي بالسيف وبآلات القتال. في الوقت ده كان في عرف مسيطر في مقدونيا ان الملك بيستضيف ابناء الامراء والنبلاء ورؤساء العشائر يعيشوا في القصر بتاعه عشان يتربوا مع ابنه ويبقوا اصحابه، ولما يكبروا يبقوا قوات في الجيش معاه وفي المناصب الوزاريه. وفي هدف تاني، بيعتبرهم الملك زي رهائن عنده عشان ابهاتهم وقرايبهم محدش فيهم يخرج عن طوع الملك. لما الاسكندر الاكبر وصل سنه ل 12 سنه ابوه وامه جابوا له مدرس خصوصي ليه هو واصحابه، بس ما كانش اي مدرس،
ده فيلسوف عصره. جابوا ارسطو عشان يدرس له هو واصحابه في مكان مخصوص اسمه مكان حوريات البحر، ويبدأ ارسطو يدرس لهم فلسفة وتاريخ وجغرافيا، وكمان كتب له ودرس له كتاب الممالك والمستعمرات، لانه تقريبا كان عارف جغرافيا جميع المناطق والمدن كلها. واهم حاجة كان بيدرسها له ارسطو في الوقت ده هما ملحمتين شعريتين لأهم شاعر إغريقي، هما الإلياذة والأوديسا للشاعر الإغريقي هوميروس. وهنا ما بين الحكايات الأسطورية اللي عمال يدرسها وبين اللي بيسمعه من أبوه إنه هو من نسل هرقليز، وأمه اللي مفهماه إنه شايل جينات جدها الكبير أخيلس، وأخيلس ده كان البطل الأسطوري بتاع الإلياذة. كل ده خلى الاسكندر الأكبر يحس إنه واحد من الأساطير دي، لدرجة إنه ما كانش بيسيب الإلياذة والأوديسا من إيده حتى وهو نايم. ومن الحكايات اللي اتعلق بيها الاسكندر الأكبر حدوتة في الأوديسا اللي بتحكي عن الفترة اللي بعد حرب طروادة. حرب طروادة دي استمرت 10 سنين. في الأوديسا الملك مينالاوس ملك إسبارتا تاه في البحر نتيجة غضب الآلهة اللي لعنته، ومعرفش يرجع بلده. وهو تايه في البحر حذر فزر يوصل فين؟ بالظبط كده زي ما فكرت، يوصل جزيرة فاروس اللي وصفها الشاعر هوميروس وقال انها بتبعد عن مصب الفرع الجنوبي للنيل مسيرة يوم. وعلى جزيرة فاروس بيقابل الملك مينالاوس حورية البحر إيدوسيا اللي نصحته وقالت له ان الوحيد اللي يقدر يقول لك على طريقة تكسر بيها اللعنة وتمحي بيها غضب الآلهة هو أبوها عجوز البحر بريتيوس راعي عرايس البحر، لكن لابد انه يجبره انه يقول الحقيقة، وده عمره ما هيحصل الا اذا مسكته. وانت مش هتعرف تمسكه، لان كل ما تحاول تمسكه هيغير شكله، مرة هيبقى اسد ومرة هيبقى طائر ومرة هيبقى تمساح، وهيتخفى عشان ما يقولش الحقيقة. لكن مينالاوس ينصب فخ هو و3 من رجالته ورا صخور جزيرة فاروس، ويستناه وهو طالع من البحر عشان يطمن على عرايس البحر ويعدهم ويتعارك معاه، ويقدر انه هو يمسكه ويعرف منه سبب غضب الآلهة وطريقة كسر اللعنة والخطوات اللي لازم يتبعها عشان يرجع لبلده سبارتا. ويقدر مينالاوس انه ياخد من عجوز البحر ريح طيبة تخلي مركبه ترحل عن الجزيرة حواليها حوريات البحر وهي بتودعه. اوعى تكون تهت مني، الحدوتة دي عجبت الاسكندر الأكبر قوي، ووصف جزيرة فاروس ومينائها اللي وصفهم الشاعر الإغريقي هوميروس عجبه جدا، وكان بيحلم يروح الجزيرة دي ويشوفها زي مينالاوس. هنا نقطة ومن أول السطر. نرجع بقى لعمنا الاسكندر اللي أمه حكت له حكاية غريبة ودخلتها في دماغه. قالت له أنت ابن كبير الآلهة زيوس، وإنها قبل ما تحمل فيه شافت برق كبير طالع من السماء، طلع منه نور نزل ودخل في بطنها وبعدين حملت فيه. جننت الواد يهدك ربنا. المهم عمنا الاسكندر وهو عنده 14 سنة كان قاعد في مرة مع أبوه وسط القوات بتوع الجيش، وكان في تاجر خيول جايب خيول عشان يبيعها لأبوه، ومن ضمن الخيول دي كان في حصان بري رشيق وجميل جدا، بس الحصان ده كان قوي وعنيد جدا مفيش حد قدر يركبه. فالملك فيليب مرضاش يشتريه، هو هيشتريه يعمل بيه ايه اذا ما كانش في حد عارف يروضه ولا يركبه؟ وهنا الاسكندر بيروح لابوه ويتحايل عليه انه يشتري الحصان، فيضحك ابوه والقوات بتوعه هو لو اشتراه الاسكندر هيعرف يركبه؟ ابوه بص في عينيه وقال له بص يا اسكندر، لو عرفت تروضه وتركبه هشتريهولك. الاسكندر يقرب من الحصان ويبدأ يتعامل معاه بحنية ويبص في عينه وكأنه عرف سر الحصان، وفي لحظة ينط فوق الحصان ويركبه ويعرف يتعامل معاه وسط دهشة وإعجاب كل اللي موجودين بما فيهم قادة الجيش. الاسكندر سمى الحصان ده بوسيفالوس. الحصان ده هيفضل صديق الاسكندر طول حياته لحد ما الحصان يموت في السن. وفي سنة 340 قبل الميلاد وفي أحد حروب الملك فيليب الخارجية أبوه خلى الاسكندر يحكم مقدونيا بالنيابة عنه، وساعتها كان عنده 16 سنة بس. وفي سنة 338 قبل الميلاد بتقوم حرب كبيرة جدا بين مقدونيا والدويلات الإغريقية اسمها حرب خيرونيه، والاسكندر يقود ميسرة الجيش وينتصر جيش مقدونيا ضد التحالف الإغريقي. والحرب دي كانت من أهم الحروب اللي تمت في الوقت ده، لأن هينتج عنها اتفاق بين مقدونيا والدويلات الإغريقية إنهم يتحدوا لحرب الفرس. واللي حط اتفاقيات التحالف ده هو أرسطو، وكمان أرسطو عمل الحدود الجغرافية بين الدويلات الإغريقية وعمل مجلس للقوات عشان يحلوا المشاكل بينهم.
وفي سنة 337 قبل الميلاد تحصل مشكلة كبيرة بين الاسكندر وأبوه. أصل المنيل أبوه اتجوز على أمه الجوازة السبعة، اتجوز أميرة اسمها كليوباترا. أصل من قلة الأسامي دي كليوباترا تانية خالص. فالست أم الاسكندر غضبت وقالت بيت أخويا أولى بيا، واخد الاسكندر وراحت بلدها عند اخوها. الحلاوه بقى ان اخوها اسكندر اتجوز بنت اخته كليوباترا المقدونيه. هتقول لي هو ينفع خال يتجوز بنت اخته؟ اقول لك في الوقت ده كانت خلطبيصه خالص، كده ينفع وكده ينفع. المهم يا سيدي الملك فيليب راح يصالح مراته وابنه، وبالمره يحضر فرح بنته، وفعلا يتصالحوا وياخدهم ويرجعوا مقدونيا تاني. ونيجي لاهم سنه 336 قبل الميلاد، وفي احد الاحتفالات الكبيره في مقدونيا، وفي القاعه الكبيره اللي كان بيزينها 13 تمثال، 12 تمثال لآلهة الأوليمب ال12، والتمثال ال13 بتاع فيليب. الملك فيليب وهو داخل قاعة الاحتفالات بيتم اغتياله ويقع غرقان في دمه، والأصوات تعلى الملك مات الملك مات. وهنا يجي دور أم الإسكندر أوليمبيوس عشان تقف جنب ابنها الإسكندر وتساعده إنه يعتلي العرش بدل من ابن عمه واخوه من مراته التانية. هي اصلا اوليمبيوس كانت بتشرب اخوه مشروب عشان يضعف من قواه العقليه والبدنيه. هي تقريبا كان لها في السحر وترويض التعابين. المهم يا سيدي الاسكندر بقى ملك مقدونيا بعد وفاه والده فيليب الثاني، وفي اول سنه من سنوات حكمه يقدر انه ينهي ثورتين ضده، واحده جوه مقدونيا والتانيه في طيبه اليونانيه اللي بيدمرها خالص. ولما استتبت ليه الامور الداخليه جوه مقدونيا حضر جيش مقدونيا وجيش التحالف الإغريقي، وقرر انه يقود الحرب المنتظرة عشان يرد كرامة الإغريق. الحرب ضد الفرس والملك داريوس الثالث اللي احنا بنقول عليه دارا. ويبدأ الجيش يتحرك 30,000 من المشاة و5,000 من الخيالة، وتبدأ انتصارات الإسكندر ويعبر مضيق الدرارديل سنة 334 قبل الميلاد، وينتصر في آسيا الوسطى والأناضول. وفي سنة 333 قبل الميلاد بيتجه لسوريا اللي هي فينيقيا أو بلاد الفينيق، وهناك تحصل أكبر موقعة بين الإسكندر الأكبر والملك داريوس الثالث، موقعة إيسوس الحربية. 600,000 واحد من الفرس قدام 35,000 واحد من الإغريق. لكن ضيق موقع المعركة كان ضد الفرس. الفرس ما كانوش عارفين يتحركوا ويستخدموا كل قوتهم، وينتصر الإسكندر الأكبر انتصار مذهل ويبدأ يستولى على كل مدن فينيقيا، ويتجه ساعتها لمدينة صور، أعظم مدينة فينيقية تجارية في البحر المتوسط، بيسموها درة المدن الفينيقية، ويحاصر المدينة لمدة 7 شهور، وآخرة الحصار يهد أسوارها بالمنجنيق ويدخلها. لكن أهلها ركبوا المراكب وعبروا البحر للجزيرة اللي قدام المدينة، والجزيرة دي كان لها أسوار عملاقة ومهولة محيطة بالجزيرة كلها. هنا يجيب الإسكندر الأكبر المهندس دينقراطيس المرافق للحملة، ويطلب منه الإسكندر إقامة جسر عشان يعبر عليه من البر للجزيرة. الجزيرة دي كانت تبعد حوالي كيلو عن البر. ما بيفكركوش بحاجة كلامي ده؟ جزيرة وجسر ودينقراطيس. المهم المهندس دينقراطيس يبدأ يعمل جسر باستخدام أنقاض مدينة صور ويردم بيها البحر. لكن قبل ما يوصل لشاطئ الجزيرة ب200 متر تحصل مشكلة كبيرة نتيجة خطأ المهندس ما كانش عامل حسابه. قبل ما يوصل الجسر الجزيرة ب200 متر كان فيه مياه عميقة جدا مش هيعرف يردمها، ويضطر الإسكندر الأكبر ينصب المجاديق بتاعته على نهاية الجسر ويبدأ يقصف الجزيرة لحد ما تستسلم، وده أخد مجهود كبير منه. بس المهندس دينقراطيس اتعلم درس كبير هيستفيد منه بعدين. وهنا الإسكندر تثبت الفكرة في دماغه إنه لازم يبني مدينة تجارية جديدة تحل مكان صور، تكون أشد تحصين من صور وأعظم في البنيان، ويكون فيها ميناء محصن ضد العوامل الطبيعية عشان يحمي الأسطول اللي ناوي يعمله عشان يسيطر على البحر المتوسط كله. وتكمل الفكرة في دماغه وهو لسه ما طلعش من المدن الفينيقية. بعديها يهاجم الإسكندر الأكبر آخر المدن الفينيقية، مدينة غزة اللي كانت محاطة بأسوار عالية لكنه بيقدر يدخلها. وهنا الإسكندر بقى على أبواب مصر هبة النيل، وصل لها في خريف 332 قبل الميلاد. الغريبة إن الإسكندر ما حاربش عشان يخش مصر، مصر اتسلمت له تسليم أهالي. القائد الفارسي مزاكس اللي كان بيحكم مصر
سلمها له تسليم اهالي. اما بقى اهل مصر اللي الفرس كانوا محتلينهم اخر 10 سنين قبل ما يجي الاسكندر الاكبر، الفرس كانوا ساقيينهم العذاب ومحتقرين دينهم ومعابدهم وكهنتهم، واهل مصر اللي يجي على دينهم يكرهوه. اصل شعب مصر ده متدين بطبيعته من اول ما ربنا خلق الارض. اهل مصر ما اعتبروش الاسكندر والاغريق محتلين، بالعكس دول اعتبروهم محررين ليهم من ظلم الفرس، رغم ان ابو التاريخ هيرودوت قال ان اهل مصر كانوا بيبصوا للاغريق من 100 سنه نظره دونيه، وانهم ادنى منهم مرتبه ومتخلفين في العلم عنهم. لكن وجهه نظر اهل مصر تجاه الاغريق اتغيرت في فتره حكم اخر ملك مصر قديم، الملك نختنبو، لان كان في كتايب يونانيه كامله بتحارب مع الجيش المصري ضد الفرس، وجيش سبارتا كان متحالف مع جيش مصر ضد الفرس. وكمان المصريين كانوا سمحوا للإغريق إن هم يبنوا مستعمرة ومدينة إغريقية على فرع النيل الجنوبي اسمها مدينة نقراطس. وكمان التجار الإغريق كانوا موجودين في مدينة تونيس كانوبس، اللي احنا بنقول عليها مدينة هيراقليون، اللي كانت موجودة عند مصب النهر الجنوبي مع البحر المتوسط، اللي هي أبو قير دلوقتي. عشان كده لما وصل الاسكندر الأكبر لعاصمة مصر في الوقت ده اللي هي مدينة منفى أو منفيس، اللي هي 100 رهينة دلوقتي، هناك الكهنة نصبوه ملك مصر ولبسوه التاج المصري في معبد الإله بتاح، وخصوصا إنه احترم الآلهة والمعابد والكهنة المصريين وقدم لهم قرابين، مش زي الفرس اللي ذبحوا العجل المقدس أبيس. قعد الاسكندر الأكبر في العاصمة منف شوية عشان ينظم أمور مصر والجيش. لكن الاسكندر كان عنده هدفين تانيين عايز يحققهم من دخوله مصر. الهدف الأول إنه يروح معبد أمون في سيوة ويلتقي بالكهنة والعرافين اللي هناك. معبد أمون اللي في سيوة اللي كان الإغريق عارفينه كويس جدا من ساعة هرقليز وفرساوس لما زاروا معبد أمون عشان يسألوا الكهنة هناك شوية أسئلة قبل ما يبتدوا مغامرتهم. بالنسبة للإغريق كان الإله الأكبر زيوس هو الإله أمون. الإله الأكبر ده لما يتجلى للإغريق يبقى زيوس، ولما يتجلى للمصريين بيبقى أمون. الاسكندر كان عايز يروح معبد أمون في سيوة عشان يسأله 3 أسئلة. كان عايز يسأله هل هو فعلا ابن زيوس وبالتالي يبقى ابن أمون؟ السؤال الثاني هل الإله زيوس هيديله حكم الأرض كلها؟ السؤال الثالث هل الإله زيوس عاقب قتلة أبوه الأرض فيليب؟ الاسكندر الأكبر كان عنده طريقين عشان يروح معبد أمون في سيوة. الطريق الأولاني كان أسهل، إنه يروح معبد أمون عن طريق وادي النطرون والصحراء. الطريق التاني بقى كان أصعب كتير، عن طريق الفرع الجنوبي لمدينة هيراقليون، ومنها عن طريق الساحل لمدينة فرانتيوم، ومنها لسيوة. الاسكندر بقى اختار إن هو يروح بالطريق الصعب عشان يحقق الهدف التاني اللي كان جاي مصر عشانه، عشان يشوف جزيرة فاروس اللي عرفها من طفولته في الأوديسا، واللي كان شبه قرر إنه يبني فيها مدينة أكبر وأعظم وأحسن من مدينة سور اللي حطمها. وفعلا الاسكندر الأكبر يوصل لجزيرة فاروس، وقدام الجزيرة دي لقى قرية مصرية اسمها رع كدت، اللي معناها الإله أو رع يحمي. القرية دي كان بيسكنها مجموعة من الصيادين وحرس الحدود. القرية دي كانت ضمن المقاطعة ال7 من القطر الشمالي. هنا الاسكندر ينده تاني على المهندس المرافق دينقراطيس ويطلب منه انه يصمم له مدينة على الطراز الاغريقي الاثيني على هيئة رقعة شطرنج، ويعمل له جسر يربط جزيرة فاروس بالبر، جسر زي اللي عمله وهم محاصرين مدينة صور. بس دينقراطيس هنا كان استفاد من التجربة الأولى في إنشاء الجسر في مدينة صور، وبدأ دينقراطيس يقيس أعماق البحر عشان يحدد المكان اللي هيبدأ منه الجسر من البر لحد الجزيرة، عشان ما يقعش في نفس غلطة جسر مدينة صور. دينقراطيس حدد المنطقة اللي هيبدأ منها الجسر. المنطقة دي كانت منطقة مياه ضحلة فيها صخور بارزة وصخور غطسة تحت المية بشوية، عشان عملية ردم البحر تبقى أسهل بالنسبة له. بس مسار الجسر ده كان فيه منطقتين في المية عميقتين، وده كان مقصود عند إنشاء الجسر عشان المراكب تعدي منهم من الميناء الشرقي للميناء الغربي تحت الجسر. في المنطقتين دول الجسر مش هيبقى ردم، هيبقى جسر على أعمدة وقناطر عشان المراكب تعرف تعدي من تحت الجسر من الميناء الشرقي للميناء الغربي. ده غير ان هو بنى حصون على القناتين المائيتين عشان تحميهم. الميناء الشرقي كان الميناء التجاري الاساسي،
وكمان كان في المينا الملكي لان الدخول والخروج منه للبحر الواسع سهل، مفيش صخور كتير والميه عميقه، ومحمي من جنبه بسلسله من الصخور الضخمه اسمها راس لوخياس. اما المينا الغربي فهيكون ده المينا الحربي اللي محمي في عرض البحر بصخور عملاقه غطسه تحت الميه، واللي بتخلي دخول المينا ده صعب جدا من البحر مباشره ليه. فالمراكب بتخش المينا الشرقي الاول وبعدين تعدي تحت الجسر عشان تدخل المينا الغربي المحمي طبيعيا. الجسر اللي اتبنى ده سموه جسر الهبتا ستاد، وهبتا دي يعني 7 بالاغريقي، وستاد دي وحده اطوال اغريقيه طولها 185 متر. يبقى طول الجسر كان 7 في 185 متر. وبعد تخطيط المدينه كان في طريقين كبار متقاطعين يطلع منهم شوارع فرعيه كتير زي رقعه الشطرنج. الطريق الاولاني هو الطريق الكانوبي اللي هو شارع فؤاد دلوقتي، اقدم طريق في التاريخ بازال يستخدم في الغرض اللي انشئ من اجله، يعني انشئ كطريق وما زال يستخدم حتى الان كطريق. الطريق الثاني اللي متقاطع عليه عموديا هو طريق السومة اللي هو شارع النبي دانيال دلوقتي. بعد ما الاسكندر اطمن على تخطيط المدينة وحط حجر الأساس في احتفال في 21 يناير سنة 331 قبل الميلاد الموافق 25 طوبة، انطلق لمعبد أمون في سيوة، وهناك سأل كهنة أمون ال3 أسئلة اللي عايز الإجابة عليهم. هل هو فعلا ابن زيوس يعني ابن أمون؟ وطبعا الكهنة ما فوتوش الفرصة، وطبعا خلوا الإله يجاوبوا إنه فعلا ابن الإله زيوس يعني ابن أمون عن طريق أصوات بيصدروها هم. والسؤال الثاني، هل فعلا هيهبوا أبوه الإله حكم الأرض كلها؟ وكانت الإجابة أيوة لحد البحر المحيط. وكان السؤال الثالث، هل زيوس انتقم من قتلة أبوه الأرضي فيليب الثاني؟ وهنا غضب أمون وقال له السؤال ده كفر، أبوك الإله مش مؤذي. وفي معبد أمون دوه تم تنصيب الإسكندر كابن للإله أمون يعني ابن زيوس. ودي اللحظة اللي اتغير فيها الإسكندر للأبد، واتغيرت أفكاره تماما من المحلية للعالمية، ومن نشر الحضارة الإغريقية الهيلينية لإنشاء حضارة جديدة هيلستينية، وإلى مزج الحضارات العالمية. ويرجع الإسكندر للعاصمة منف بعد ما زار معبد أمون في سيوة، وبعد ما زار جزيرة فاروس اللي كان بيحلم بيها في طفولته، ووضع أساس مدينة كبيرة هتحمل اسمه. ورجع وهو ابن إله الإغريق زيوس وابن إله المصريين أمون، لكن المرة دي رجع من سيوة لمنف عن طريق الطريق السهل، عن طريق وادي النطرون والصحراء الغربية. ويقعد الإسكندر الأكبر شهرين في منف قبل ما يتحرك في ربيع سنة 331 قبل الميلاد عشان يبدأ فتوحاته العالمية، عشان يفتح بقية العالم القديم ويتجه للبحر المحيط في آخر الدنيا. والحدوتة دي كانت الجزء الأولاني من حدوتة الإسكندر الأكبر ومدينة اسكندرية، وده كان الجزء الأول من حدوتة الإسكندر الأكبر وبناء مدينة اسكندرية. وطبعا انتوا مستنيين أهم جزء في الحدوتة، وهو لغز مقبرة الإسكندر الأكبر اللي الكل بيدور عليه، وده اللي ان شاء الله هنحكيه لكم في جزء تاني من حدوتة الإسكندر الأكبر، وهنتكلم فيه عن معاركه وانتصاراته وأسرار ما اتحكتش قبل كده عن الإسكندر الأكبر. طولت عليكم، ما تنسوش تعملوا شير ولايك وسبسكرايب. Στην άκρη του κόσμου το βλέμμα του στρέφει με σπαθία πασίμη και δόξα που τρέφει. Από τη Μακεδονία σαν άνεμος ορμά την ιστορία του κόσμου με αίμα κοσμί. Αλεξάνδρεια πόλη του φωτός και των μουσών, το όνομά του ζει στο πέρασμα των καιρών. Αλεξανδρός, ο μέγας των αιώνων, στην άμμο της Αιγύπτου ορθώνει το θρόνο. Αλεξανδρία πόλη του φωτός και των μουσών, το όνομα του ζει στο πέρασμα των καιρών. Εκεί που τον ήλιο το κύμα φυλά, σχεδίασε τείχη ψηλά και τρανά. Φάρος που λάμπει στο μαύρο βυθό, ένωσε τη δύση με τον ανατολικό χώρο. Η γέφυρα φωτιά στις καρδιές, ορμή στις ψυχές.
βασιλέων.